انا دلوقتي حامل في نص الثامن وراس البيبي فوق، والدكتوره قالت لي ان مش هينفع اولد طبيعي، ودي اول مره ليا وهموت من الزعل، خاصه اني عارفه مشاكل القيصريه. مفيش اي حاجه اقدر اعملها ممكن تخليني اولد طبيعي؟ ده كان سؤال من ام جميله جالي على الخاص، وحابه اني ارد عليها في فيديو منفصل علشان الاجابه تكون واضحه. انا فاهمه خوفك ومقدره قلقك جدا ان الدكتوره قفلتها في وشك تماما وقالت لك مش هينفع تولدي طبيعي خلاص، واخدت القرار من دلوقتي. اولا انت لسه في نص الشهر الثامن، الطفل لسه عنده وقت كبير انه يلف لوحده. معظم الاطفال اللي بيبقى راسهم فوق في الثامن بيقلبوا لتحت لوحدهم قبل الاسبوع ال37، مع بعض المساعده البسيطه والتوجيه منك عن طريق تمارين اسمها السبيننج بيبيز، زي تمرين الانحناء المقلوب للامام اسمه بالانجليزي الفورورد ليننج انفيرجن لو حابين تبحثوا عنه، وتمرين الانفراج الجانبي اسمه السايد لاينج ريليز. التمارين دي بتفتح الحوض وبتساعد البيبي انه يلاقي مساحه كافيه يقدر يعدل فيها وضعيته. اعمليها يوميا لو الحمل مستقر وما عندكيش خطر نزيف او ولاده مبكره. تاني حاجه ممكن تعمليها عشان تساعدي البيبي يعدل وضعيته هي طريقه الجلوس الصحيحه اللي اتكلمنا عنها قبل كده. ابعدي تماما عن قعده الحوامل الشهيره اللي بتبقي راجعه فيها لورا وظهرك مركون على الكنبه. خليكي دايما قاعده مستقيمه او مايله لقدام شويه وبطنك ما بين رجليكي. تالت حاجة المشي الخفيف أو السباحة. الجاذبية بتساعد راس البيبي الأتقل في الوزن إنها تنزل لتحت. رابع حاجة ممكن تعمليها هي إنك تحطي كمادات دافية أسفل البطن وكمادات باردة من فوق علشان الطفل يحس بالاتجاه ويقلب نفسه. طيب لو وصلت للأسبوع ال37 ولسه وضع البيبي بريتش وما تعدلش، وقتها ممكن نفكر في حلول تانية زي المناورة الخارجية لتدوير الجنين، الاكسترنال سيفاليك انفيرجن. ده إجراء بيتعمل في الأسبوع ال37 داخل المستشفى بإيد طبيب متمرس مع متابعة الجنين بجهاز التخطيط أثناء الإجراء. بعد كل ده لو فضلت راس البيبي فوق برضو رغم كل المحاولات، عادي في مستشفيات بتقبل الولادة الطبيعية المقعدية. ولو مش متوفر فالقيصرية مش نهاية العالم. المهم تكوني حاولتي وعطيتي نفسك وطفلك الفرصة كاملة من غير ما حد يحبطك ولا يحطك قدام خيار واحد بس من غير ما يعرفك باقي الاختيارات المتاحة قدامك. عشان كده أنا دايما بقول إن الأم الفاهمة بتبقى واثقة وهادية.